ازيكم عاملين ايه؟ احنا بقى اتعودنا ان كل جمعة نعمل اكل ايه من مطبخ امهاتنا. يلا نقول بسم الله. انا عندي هنا ليا اي مادة دهنية انت عايزاها اعمليها. انزل عليها بحبايه بصل كده مقطعها عشوائي، وانزل عليهم بلتر من الطماطم، اسيبهم يتسبكوا كويس واحط لها معلقة سكر صغيرة، اسيبها تتسبك وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا مفيش احلى من مطبخ امهاتنا، بجد يعني حاجة اللهم بارك. وريحة الاكل بتاع زمان اللي كان بيجيبنا من اخر الشارع. بص بقى احنا هنعمل ايه، احنا هنعمل سبانخ. بص احنا ايه دي الاول حاجه كده هننضفها كده. طبعا الحته اللي فوق دي انا ما برميهاش، انا ما برميش السبانخ يا جماعه، الحته الراس بتاعتها دي بتبقى قمر. اهم حاجه تتغسل بس كويس لان بيبقى كلها رمله. وطبعا السبانخ بتتغسل الاول قبل ما تتخرط. اوعي تقولي لي بقى اللي انت بتخرطيها الاول وبعدين تتغسل، بيبقى كلها رمله، وغير اللي انت بتضيعي تلات ارباعها في الفوائد بتاعتها. اغسلها كويس وخلي ايه، احط ايدي كده ما بين كل ورقه وورقه ونضفها كويس من الرمله اللي بتبقى جواها. بس خلاص كده هبتدي اللي انا اخرطها. طبعا الراس بتاعتها بتتقطع كده بتشق اهي، بس كده. وابتدي اللي انت خرطيها مالكيش دعوه بيا، انا بخرطها كده. انزلي هاتي البلانشه بتاعتك وخرطيهم يا قمر عليها. قطعيها صغير كده خالص هعمل الكميه كلها بتاعتي اللي عندي بقى. انا هعمل ايه، انت لو حابه تفرزيها انا هفرزها زي ما هي كده. يعني انا هخرطها ولا ميه سخنه بقى ولا تتغلي ولا الكلام ده كله. السبانخ بتتفرز بالطريقه اللي هقولك عليها دلوقتي. تخرطيها كلها تقطيعه واحده، بس من غير ما نحط الخضره بتاعتها عليها. هتحطيها في اكياس بالكميات اللي انت عايزاها، ولما تيجي تطلعيها هتطلعي على قد الكميه بتاعتك بالظبط، تحطيها وهي مجمده زي ما هي في قلب الصوص بتاعها، صلصه الطماطم. خلاص. يعني ما ينفعش تسيبيها تفك وبعد كده تحطيها ايه في صلصه الطماطم، هتضيع فوائدها معاكي. بس كده خلاص انا عملت الكميه كلها اللي عندي بقى الطماطم اهي خلاص اتسبكت. هنزل عليها بكميه السبانخ اللي عندي. وعندي كمان هنا دي حزمه كبيره من الكزبره. السبانخ بتحط لها كزبره، بس اقلبهم كويس اخليها تدبل بس معايا. وهنزل عليهم بالمرقه بتاعه السبانخ. انا بقى عندي مرقه بتاعت لحمه ضاني. طبعا السبانخ بجد يعني بتحب الدسم. هضيف هنا بقى دي كزبره اللي هي الجافه، وفلفل اسود. مش هضيف لها اي بهارات تانية. وهبتدي ان انا اضيف ايه، هحط كمان بابريكا. بس كده خلاص. وحطيت المرقه زي ما قلت لكم اهيت. يبقى القوام زي ما انت حباه، يعني سميك شويه طبعا يعني. بس كده خلاص عملتها. هركنها بقى على جنب، هنشوف هنعمل ايه تاني. انا نقلتها على عيني التانية، وهنا عندي سمنه وهحط عليهم رز زيت. انا بعمل الرز بسمنه وزيت مع بعض. هحط نص كميه الرز اللي عندي وابتدي ان انا احمر فيه، احمره كويس قوي. انا عايزه ده اللون بتاعه، شايفين كده. بس انا هاخد منه ربع كوبايه كده او 3 4 معالق منهم بعد ما اتحمر الرز. بعد ما اتحمر هحطه للسبانخ. وانا بعمل السبانخ الحقيقه بالرز، ما بعملهاش بحمص. انت حابه اعملها بحمص براحتك. عندي اللحمه بقى الدنيا اهيت. دي مسلوقه طبعا، هحطها هنا بقى في السبانخ تاخد غلوه في السبانخ، وهم طافيه على طول هي خلاص استوت. بس ادي بقى الرز اللي عندي. زي ما قلت لك انا بحمره جامد. نص كميه الرز اللي انا هعملها هحمرها قوي اهي. خدت منهم زي ما قلت لك 3 4 معالق بس كده، حطيتهم للسبانخ. بس خلاص كده اتحمر. هبتدي اللي انا بقى ايه اضيف بقيه كميه الرز اللي عندي. هيتحمر قوي. هضيف بقيه كميه الرز. طبعا لما الاتنين اتحطوا على بعض ظهر اللون بتاع الرز اللي اتحمر. ده الرز اللي هو بيتقال عليه واحده وواحده او المفلفل، على حسب ما انت ما بتسميه. بس كده هبتدي ان انا اضيف لها المرقه. الرز خلاص اتحمر معايا، هضيف المرقه عقله صباع فوق الرز. واظبط الملح، لو الملح الرز طلع معاكي مالح سيكه يبقى هو كده مظبوط. بس ادي مرقه سخنه. المرقه اللي بتحط للرز او الميه عامه بتبقى سخنه. هديهم تقليبه واسيبهم يغلوا مع بعض كويس على عين عالي على نار عاليه. وبعد كده هحط الرز على اصغر عين وهوطش على الاخر. في حاجه كمان لما تيجي تعملي رز، اعملي الرز اللي هو الغطا بتاعها ليه سن كده. الرز الغطا لما بيكون اللي هو المفتوح خالص من فوق ده بيخلي الرز ما بيستويش كويس وبيتعبك بصراحه في سواه. ودي كانت اكلتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.